كلنا شفنا او سمعنا عن الابتزاز الالكتروني، اللي هو حد يبتز بنت او شاب، راجل او ست، عبر الانترنت بسبب صور معينه او فضيحه معينه او ايا كان. السؤال هنا بقى، هل الشخص اللي بيتم ابتزازه عشان غلطه عملها يستحق التعاطف ولا لا؟ فيديو النهارده عن الحلقه الثالثه من الموسم الثالث من مسلسل بلاك ميرور. بنبدا مع واحده ست وهي بتركن عربيتها في جراج فندق، وبيجي لها رساله انها تحط المفاتيح على الكاوتش الخلفي، وبتبقى واقفه خايفه، وبيجي لها رساله انها تتحرك. بعد كده بنشوف شاب مراهق اسمه كيني بيشتغل عامل نظافه في مطعم، وبنشوفه وهو في وقت الاستراحه وبياكل، وبنشوف اتنين شغالين معاه وبيزعقوا له انه يقوم من مكانه، وفعلا بيعمل كده. وده بيورينا قد ايه ان شخصيته ضعيفه. بيروح وبيدخل اوضته ومش بيلاقي اللابتوب بتاعه، وبيعرف ان اخته خدته، وبيدخل عشان يجيبه منها، وبيلاقي ان اللابتوب معلق على برنامج معين، وبيزعق لاخته، وبيرجع اوضته وبيعمل ريستارت للجهاز، وبيشوف انه بقى فيه فيروس، وبيحمل برنامج وخلاص على كده. ولكن بنشوف ان كاميرا اللابتوب بتراقبه. بيعدي اليوم وبيعمل قفل الاوضه عشان اخته ما تاخدش منه اللاب مره تانية، وبينزل يتكلم مع والدته وبتعرفه انها خارجه، وبتقول له خلي بالك من اختك. وبيقعد يتفرج على التلفزيون على فيديوهات من اللي كانت بتيجي على قناه ميلودي ميوزك، مش اي حد هيكون عارف القناه دي. وبيبدا يتسحب ويطلع اوضته، والمهم انه بيتصور وبيجيله رساله بالفيديو، ويبدا يرتبك ويترعب. واللي بعت له رساله ابتدى يهدده ان لو ما بعتش رقم هيبعت الفيديو لكل اهله. بيبدا يخاف ويتوتر، لكنه بيبعت الرقم فعلا وهو منهار ومرعوب. بيجيله رساله على تليفونه بانه يسيب الجي بي اس شغال دايما، وبيعرفه ان هو دايما متراقب. بيبدا يفقد اعصابه وتركيزه من الخوف. هتعرف سر الخوف الشديد ده ليه قدام. بيعدي اليوم وبيروح شغله، ولكنه بيجيله رساله انه لازم يتحرك على موقع معين خلال 45 دقيقه، وهو بينه وبين الموقع ده 57 دقيقه بالعجله. بيبتدي التحدي الوقت بانه لازم يوصل قبل الميعاد والا هيتفضح. وبيبدا يتحرك بخوف وتوتر لحد ما يوصل لمبنى كبير على هيئه جراج، وبيجيله شخص تاني اسمر البشره وبيسلمه علبه زي علب الجاتوه، وبيصوره وبيعرفوا انهم طلبوا منه كده، وبيمشي. بيجيله رساله انه يودي العلبه دي الفندق. بيتحرك وبيركب اتوبيس، وبيفكر انه لازم يشوف ايه جوه العلبه دي، وبيلاقي انها تورته فعلا. بيتحرك للفندق وبيوصل الاوضه وبيقعد يخبط على الباب، ولكن الراجل اللي جوه بيبقى رافض انه يفتح. بيبعت رساله اللي بيهدده بيقول له مش راضي يفتح. قول له انك جاي من طرف مندي. اول ما بيقول له كده وفعلا بيفتح الباب، وبيبدا يقول له فين مندي. قال له هم طلبوا مني اقول لك كده. بيبدا يدخله جوه عشان يفهم. كان بيديله التليفون عشان يشوف الرسائل وهو خايف ومتوتر. الراجل مش بيبقى فاهم حاجه، ولكن في نفس اللحظه بيجيله رساله على تليفونه. اول لما بيشوفها بيبدا يرتبك ويخاف هو كمان، وبيجري يدخل الحمام. كان بيبعت له رساله عشان يقول له هل اقدر امشي. قال له لا. بيخرج الراجل من الحمام وهو متوتر، وبيبدا يشرب خمور، استغفر الله. بيجيلهم رساله انهم لازم يتحركوا سوا للجراج بتاع الفندق، وفعلا بيتحركوا وبيوصلوا وبياخدوا العربيه بتاعت الست اللي كانت في اول الفيديو. بيبدا الراجل يسال كيني انت بتعرف تسوق؟ قال له لا. هتعرف سبب السؤال ده قدام. المهم الراجل هو اللي بيسوق، وبيبداوا يتكلموا، والراجل بيبدا يقول هم ماسكين عليه ايه، وبنعرف انه كان مستني بقاية هوا صغيره في السن، اكيد فهمت ايه معناها، وانه متصور المحادثات بتاعته بالكلام والصور اللي فيها، وانه بيتهدد ان كل الصور ده توصل لمراته وكل معارفه، وان مراته لو عرفت هتاخد عياله منه. وزي ما قلت في الفيديو اللي قبل كده اللي لازم تشوفه، الست في امريكا لما بتطلق بتاخد 50% من ثروه جوزها وحضانه الاولاد، وبيقولوا لو ده حصل انه ممكن ينهي حياته. بنعرف انه متعلق باسرته جدا، ولكن برضه الشيطان، او خلينا نقول نفس الامراض بالسوء او المرض النفسي، لان معظم الحالات اللي زي كده بتكون مرض نفسي، هي اللي خلته يعمل كده. بيبدا كده يعرفه برضه نوع الفيديوهات اللي ممسوكه عليه، وهو مرتبك جدا ومرعوب. اثناء ما هم سايقين بيكتشف ان العربيه محتاجه بنزين. الراجل بيقول لكين خد الفيزا وخش يدفع، وفعلا بيدخل وبيدفع، وهو بيكتب الباسورد بيبقى خايف، هو بيكتبه غلط، ولكن بيعدله وبيخرج. بيلاقي ان في واحده ست واقفه مع الراجل، وبنعرف انها مدرسه بنته، وبيبدا يقول لها ان كين ابن اخوه، وانه لازم يمشي عشان وراه قطر مستعجل في مكان عكس اتجاههم. ولكن الست الغلسه بتطلب منهم انهم يوصلوها بما انهم في طريقها، وفعلا بيضطر ياخدوه عشان الموضوع ما يبقاش مريب. وبتدخل وبتبدا تتكلم مع كيني انه رايح فين. بيجيلهم رساله انهم ماشيين غلط ولازم يلفوا فورا، ولكن الست الغلسه برضه مش بتبطل رغي، وبتبدا تسال كيني هو انت قاعد فين. وبيجيلهم رساله انه لو مرجعش حالا هينشروا كل الصور. وفي اجواء كلها توتر كيني بيقول لها بالانجهام، بتقول انا جوزي من هناك، انت منين؟ ده انت ست غلسه. بيبدا الراجل يسرع بالعربيه جامد عشان تخرس، وفعلا بيوصلها، وبيلفوا وبيوصلوا المكان. بيبقوا واقفين قدام صرافه بنك محليه. بيجيلهم رساله انهم يشوفوا جوه التورته، بيلاقوا كيس جواه مسدس وكاب ونضاره. بيجيلهم رساله حددوا مين السواق ومين السارق، وطبعا انت عرفت مين السواق. بيبدا كيني يتوتر ويخاف ويتلعثم في الكلام. بيبدا الراجل يتعصب عليه ويقول له لو ما نزلتش الصوره تنزل على النت وهتتفضح وحياتك هتبوظ. كيني بيقول له لو نزلت انت هتمشي. قال له لا انا هفضل مستنيك. وكيني بيخاف ولكنه بينزل ويلبس الكاب ونضاره اللي وشه كله باين منها، مش عارف مخبيه ايه الصراحه. المهم بنشوفه داخل المرعوب حرفيا، بيطلع المسدس من جيبه، وبيبدا جسمه كله يتراش وهو ماسك المسدس من الخوف، وبيبدا يعمل حمام على نفسه من الرعب والتوتر حرفيا، لدرجه ان موظفه
وظيفة الصرافة هي اللي طلبت منه الشنطة عشان تحط له الفلوس. وبيخرج وبيلاقي ان الراجل فعلا مش موجود، ولكنه بيظهر فجأة من الشارع جنبه وبيركب بسرعة وبيبدأوا يهربوا. بيمشوا من طريق زراعي ولكن بيتم فيه أعمال صيانة، فبيبقى فيه إشارة مرور. بيبدأوا يسمعوا صوت صفارة إنذار الحكومة. بيبدأ كيني يتوتر، ولكن الراجل بيبقى ماسك أعصابه، والإشارة بتتفتح وبيبدأ يتحركوا، ولكن بنلاقي الشرطة في وشهم، ولكنها بتكمل طريقها. بيجيلهم رسالة تاني إنهم يتحركوا في مكان معين، وبيوصلوا بيبقى مكان واسع في منطقة ريفية زراعية. بيجي لكل واحد فيهم رسالة. الراجل بيقول له نتخلص من العربية لوحده، وكيني بيقول له روح وصل الفلوس لوحدك. بيبدأ كيني ينزل، والراجل بينده عليه وبيعتذر عن طريقته انه زعق له هكذا. وبيبدأ كل واحد فيهم يتحرك. كيني بيوصل وبيلاقي شخص واقف هو كمان متوتر وعمال يشرب خمرة، وجنبه كرتونة كبيرة. بيقول له ثواني قبل أي حاجة، وبيفتح الكرتونة وبيطلع منها درون كبير في كاميرا عشان تصورهم. بيقول له جبت فلوس الجائزة بتاعة المباراة؟ قال له جائزة ايه وفين المباراة أصلا؟ قال له مباراة بيني وبينك. بيجي لهم رسالة انهم يبدأوا القتال دلوقتي لحد الموت. وبيبدأ الراجل يقلع عشان يجهز، وبيبدأ يقرب عشان يهجم على كيني. كيني بيطلع المسدس فجأة وبيوجهه اتجاه الراجل. الراجل بيخاف جدا وبيقول له خلاص ما تعملش كده أرجوك، لكن بيبدأ يوجه المسدس تاني تحت دقنه وبيدوس على الزناد، لكن المسدس بيطلع فاضي في الآخر، والراجل بيهجم عليه فعلا. وكل ده الدرون بيصورهم. بنشوف الراجل اللي كان سواق رجع بيته خلاص وراح عشان يشوف بنته، لكن بيجيله رسالة عليها ستيكر بيضحك بتاع كوميك صاحب زمان. لكن بيطنش وبيدخل لمراته، ولما بيدخل بيلاقيها قاعدة على اللابتوب، وبيشوف انها شافت وعرفت كل حاجة، وان رغم كل اللي عمله ده خسر كل حاجة. بتشوف ان الست صاحبة العربية كمان اتفضحت، وانها كانت مديرة تنفيذية في شركة كبيرة، وان الشاب اسمر البشرة برضه اتفضح قدام اسرته. وبنشوف كين انه قدر يكسب المعركة وخلاص مروح، ولكن بيجيله مكالمة من والدته وبتبدأ تزعق له وتقول له اطفال الفيديو بتاعك وصل لاختك ولكل الناس. وصلت لاطفال يا كيني. هنا انت عرفت ليه هو كان مرعوب. وبنشوف انه جاله رسالة نفس الستيكر برضه بتاع صاحبي، والشرطة بتجيله. وبنشوف ان كيني اكتر واحد فيهم خسران، فضيحة وسرقة وقتل، ورغم انه اصغر حد فيهم. انا طبعا مش ببرر فعلته ده اكيد. الحلقة دي بتوصل كام نقطة، وهي ان مش كل شخص باين انه طيب او ضعيف فهو بريء وملاك زي كيني مثلا، ولا حتى لو لابس بدلة وعنده اسرة زي الراجل اللي كان سواق. والحلقة بتطرح سؤال اخلاقي شوية اللي هو قلناه في اول الفيديو: هل الشخص اللي بيتم ابتزازه يستحق التعاطف ولا لا؟ هسيبك ترد في الكومنتات. وطبعا ما حدش فينا معصوم من الذنوب، ولكن احنا لسه مستورين. دمتم سالمين. سلام.